بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد ممثل المكتب السياسي، السيد الأمين العام الجهوي، السيدات والسادة رؤساء الأقطاب، السيد عميد كلية الآداب، السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، زملائي زميلاتي الأساتذة في منتدى أساتذة التعليم العالي، بناتي الطالبات وأبناء الطلبة، عائلة المرحوم محمد صلاح الدين، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الأغر الذي نعتبره يوما تاريخيا. فالحدث الذي نعيشه اليوم ليس حدثا عابرا، بل هو حدث ذو دلالة عميقة، حدث يدل على أننا شرعنا بالفعل في تنزيل مقتضيات دستور 2011، لا سيما ما جاء في الفصل 26 منه من تنصيص على الحق في الدعم من أجل تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني، كما نص الفصل 31 على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. ولقد آمنا في منتدى أساتذة التعليم العالي بهذا المشروع، مشروع جامعة شعبية تسهر على التكوين والتأطير والتأهيل لفئات من المواطنين والمواطنات لم يتسنى لهم ولوج الجامعات والمدارس العليا. وليس غريبا أن ينصب اهتمامنا بشكل كبير على الشباب، وأقصد الشباب من الجنسين باعتباره دعامة المستقبل، شباب نريده واعيا مسؤولا مشاركا بل وفاعلا في الشأن العام. ولنصل إلى هذا الهدف سنعمل على تقديم دروس ومواد في تخصصات متعددة من قانون وسياسة وعلم اجتماع وعلوم إنسانية، وما يتعلق بالتنمية بصفة عامة والحكامة الجهوية إلى غير ذلك من المواد. وسيتولى تدريس هذه المواد أساتذة جامعيون متخصصون وخبراء من داخل المغرب وخارجه. وما ينبغي التنويه به هو أن هذه المبادرة التي رأت النور في مدينة مكناس تطمح ضمن ما نطمح إليه إلى خدمة هذه المدينة والجهة وسكانها وتثمين تراثها اللامادي بتسليط الضوء على تراثها الشعبي الذي يمتاز بالغنى والتنوع وتحرير الطاقات الموجودة فيها، والعمل على تكريس ثقافة الحقوق مع ربطها بثقافة الواجب أيضا واحترام التعدد والاختلاف. إن المنتوج الذي تطمح جامعة محمد صلاح الدين إلى الحصول عليه من خلال التكوين والتأطير والتأهيل هم فاعلون وفاعلات حقيقيون في المجتمع، يتوفرون على معارف ومهارات تمكنهم من المشاركة الفعلية في الشأن العام في جميع القضايا التي تهمهم كمواطنين وتهم جهتهم بصفة خاصة ووطنهم بصفة عامة. فاعلون يمكن أن نسلمهم المشعل ونعول عليهم ليحافظوا على جدوته مشتعلة وهاجة. إنها باختصار شديد جامعة شعبية مواطنة بامتياز، وهو تحدي كبير. تحدي كبير لأننا نراهن على أريحية الأساتذة الجامعيين بالدرجة الأولى لإنجاح هذا المشروع. وكما سبق وأن أشرت إلى التكوين سيكون متعدد الاختصاصات، واسمحوا لي أن أعطي بعض النماذج. لقد فكرنا بداية في محور قانوني يشمل أولا الدستور المغربي الجديد دستور 2011، ثانيا مدونة الأسرة، ثم قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، الجهوية الموسعة، الحكامة الجيدة. هذا بالنسبة للمحور الأول. ثانيا المحور الاقتصادي سطرنا فيه التدبير المالي للجماعات الحضرية والقروية، ميزانية الجهة، الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تسيير الجمعيات والمقاولات الصغرى، الاقتصاد المغربي في محيطه الجهوي، الاقتصاد المغربي وصندوق النقد الدولي. أما بالنسبة طبعا نحن لسنا متخصصين في القانون، ولكن هذا جهد الموقع
فيما بعد سوف يمدنا طبعا كل أستاذ حسب تخصصه. أما بالنسبة لوحدات التكوين فهي بالنسبة للدستور المغربي المدخل عام، السياق الوطني والدولي، الملكية الدستورية، الحريات والحقوق الأساسية، العلاقات بين السلط، المحكمة الدستورية، الجهات والجماعات الترابية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم الحكمة الجيدة. بالنسبة للوحدة الثانية قانون الأحزاب، سطرنا فيه مبادئ تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها، حق الانخراط في الأحزاب السياسية، الدعم الممنوح للأحزاب ومراقبة تمويلها، مقارنة بين الأحزاب المغربية والعربية، مقارنة بين الأحزاب الغربية والمغربية، ثم أسباب عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب. الوحدة الثالثة قانون الأسرة، أيضا نبدأه بالسياق العام لمدونة الأسرة، المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، المرجعيات المعتمدة فيها، الثغرات التي تتخللها، مقارنة بين مدونة الأسرة المغربية وباقي قوانين الأسرة العربية، مطالب الحركات النسائية. ثم الوحدة الرابعة المخصصة لقانون تأسيس الجمعيات، الأهداف العامة للجمعيات، تمويل الجمعيات، نماذج من جمعيات ناجحة، التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا ما سطرناه لحد الساعة، ومستعدون للبدء في أقرب وقت ممكن.